ملاحم الجيش العراقي ضد القوات الصهيونية. حرب 1948 انطلقت القوات العراقية إلى فلسطين في مايو 1948 المشكلة من 3000 مقاتل بقيادة العميد محمد الزبيدي، وعبرت نهر الأردن باتجاه فلسطين، وبدأت ملاحم الجيش العراقي ضد القوات الصهيونية. وبهذه الأثناء هاجمت قوات العدو القوات العراقية المتواجدة بجنين في فلسطين، حيث تتواجد قوة صغيرة من الفوج العراقي الآلي بقيادة المقدم نوح الشلبي، وتمت محاصرتهم واستمرت المعارك إلى أن كادت الذخيرة العراقية أن تنفذ. فتدخل الفوج العراقي الثاني لواء المشاة الخامس اللي كان تحت إمرة المقدم الركن عمر علي، واستطاع هذا الضابط البطل أن يقود معركة جنين بقوات عراقية ومتطوعين فلسطينيين. وبنفس اليوم وصل أيضا الفوج الأول من لواء المشاة الرابع إلى جنين لزيادة زخم المعركة والالتفاف على العدو وضربه من الخلف. ودارت اشتباكات عنيفة هزم فيها الصهاينة شر هزيمة، وانسحبوا وتركوا خلفهم عدد كبير من القتلى والجرحى وكمية من الأسلحة، وفك الحصار وانتصر الجيش العراقي. ونأتي إلى حرب 1967 وأكبر هجوم جوي عراقي على إسرائيل. في حرب 67 استطاعت القوة الجوية العراقية من تنفيذ العديد من الواجبات داخل العمق الإسرائيلي في تل أبيب ونتانيا وكفر سركين، وأحدثت بهم خسائر كبيرة، وحدثت معارك جوية عنيفة أسقطت فيها 5 طائرات إسرائيلية من طراز فوتور وميراج 3، وتم أسر عدد من طياريها. أعقبها عملية البرق العراقية اللي نفذتها قواتنا الجوية البطلة ضد قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية من خلال 4 قاصفات عملاقة من نوع توبوليف 16 تمثلت بإسقاط طائرة ميراج وإصابة طائرتين وتحييد حوالي 43 عسكري في القاعدة، وتضرر عدد كبير جدا من الطائرات الإسرائيلية في القاعدة، وحدث دمار في 9 مباني. ونأتي إلى حرب أكتوبر عام 1973 عندما أوقف الجيش العراقي الهجوم الإسرائيلي على دمشق. بدأت مشاركة العراق بطائرات هوكر هانتر بضربة جوية عنيفة بالعمق الإسرائيلي انطلاقا من الجبهة المصرية، ثم قام العراق بتوجيه قوات برية وجوية كبيرة إلى سوريا. تمكنت بعد معارك طاحنة مع القوات الإسرائيلية المدرعة بإيقاف تقدمها نحو دمشق. ويذكر أن التسمية التي تطلق على الجندي العراقي بأبو خليل نسبة إلى معارك الجيش في مدينة الخليل الفلسطينية. رحم الله شهداء قواتنا الباسلة بكافة معاركها وحروبها، وكل عام والجيش العراقي بألف خير. لله أنت لكل أسياف العروبة صرت زندا، قاتلت ظلم الأرض قاطبة وما طأطأت بندا.